بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مواصلة لسلسلة قراءات شعرية في الملحون، ونزولنا عند رغبة أحبتنا خصوصا لتنفيذ طلبهم. نقدم إليكم قصيدة أخرى من أشعار الفاحل بن الشرع عبد القادر رحمه الله، وهو الشيخ بن الشرع عبد القادر بن بحوس بن محمد بن مولاي، المولود سنة 1868 بمثله، والمتوفي سنة 1950 كما هو مدون في شهادة ميلاده بمصالح الحالة المدنية تصحيحا للخطأ الأول في التعريف السابق، في إطار الحفاظ على الشعر الشعبي والملحون خاصة بالشبكة في الجنوب الجزائري وبمثله أشاعرنا خاصة. القصيدة بعنوان تفقد يا بن شرع ما درت قبيل، والتي لقيت رواجا كبيرا واستحسنها الكثير وتغنى بها الكثير ويحفظها الكثير، والتي تحمل العديد من المعاني في الحكم في الإرشاد والوعظ والحكمة وما شابه ذلك. تفقد يا بن الشرع ما درت قبيل، اتفكر يا بن الشرع ما درت قبيل، قرك إبليس تحسب الحال يطول، الدنيا شوف حالها فرح وحزين، وإذا طال الحال مولاه يقفل، مول 50 عام كيف يكون هبيل، إلى دار الحساب يلقى النص كمل، زرع إلى طاب ما يرجع قصيل، مولاه لا يهند سنان المنجل، ولنا قبل السحاب لا يديك السيل، ميز قبل الحطوط وعرف كي تنزل، الدنيا مثلتها في دار مقيل، إذا صد الخيال للقبلة عول، حتى خطار ما قدات بغير عوين، عول في الزاد والطريق على الأول، لا تعجل لا تخاف الدير على التمهيل، عول في الزاد والطريق على الأول، لا تعجل لا تخف دير على التمهيل، واللي صياد يعرف بلاد المختل، إلا كذبني شوف للجبال، كدا من مات قبل لا يوصل، اللي بقى ركوب المهالة والخيل، وإذا صدور فاقتك منهم بطل، اللي ما يطلبش الضيف كيما دار بخيل، الشيعة الطعام والضحك يعدل، الساخير وكان في بر الويل، من بعد يموت ذكره ما يبطل، واللي بقى الزواج يتبع عرق الصيل، اللي يبقى الزواج يتبع عرق الصيل، ويلخص من سباب الافعال تكمل، بنت الخيمة ترجعك ولو كنت دليل، بعيني شفت قلب الزوزال فحل، كي المسك اللي دخرو ياسر وقليل، من بعدنا يقدم ريحته ما تبدل، بنت العشا تسقم رحلها ويميل، تمشط غزلها مليح ويتخبل، بعد نتعبر بالوفاة تنقص في الكيل، كي تخرج للضياف وشك يدبل، كان قهرتها تقرقك في واد الويل، الناس تزيد في العقل وانت تهبل، ما عندك ما دفعت فيها بالقليل، الناس تزيد في العقل وانت تهبل، ما عندك ما دفعت فيها يا قليل، طلقها ولو كان ب20 طفل، بلاد الخوف يتجفل عربها في الليل، ما ترعاهاش لو كان بالعشاء بتقتل، ما ترعاهاش لو كان بالعشاء بتقتل. والسلام. هذه قصيدة تفكر يا بن شرع ما درت قبيل، قدمناها لكم للأمانة والتاريخ لتسليم مشعل للشباب ليخوض المسيرة ويقودها حفاظا على ما تبقى، فإن استحسنتموها وراق لكم كان بها، وإن وجدتم تقصير أو نقصان فصوبونا ونبهونا وأهدرونا، جزاكم الله خير للأمانة والتاريخ. قرأها لكم الأستاذ بأم الحاج نور الدين، ستراسبورغ فرنسا، الأحد 16 أكتوبر 2016. والسلام إلى قصيدة أخرى وفرصة قادمة.